في 3 عملاء انا مستحيل اشتغل معاهم. اول عميل اللي بيجي يقول لي انت هتشتغل بالعموله. يعني ايه تشتغل بالعموله؟ يعني الحاجه اللي انت هتسوق لها وتجيب منها مبيعات كتير، فلوس التسويق هتاخدها من عموله المنتج ده انا مستحيل اشتغل معاه، لان التسويق ملوش علاقه بالمبيعات، وفي بروسيس كتير قوي عشان توصل لمرحله البيع. البروسيس دي بتبقى خارجه عني انا كماركتير، فلو في حاجه منها واقعه العمليه مش هتتم. طب انا ذنبي ايه؟ ميزانيه التسويق لازم تكون منفصله عن ميزانيه المبيعات. كمان الراجل اللي يجي يقول لي باشا انت هتبيع لي، انا مش بياع، عن ماركتير. لازم تفهم عميلك دايما ان في فرق ما بين المبيعات والتسويق، وانك كماركتير مش مسؤول عن المبيعات، انت مسؤول عن تسهيل المبيعات. تالت حد بقى اللي يجي يقول لك يا باشا اشتغل تسويق والميزانيه مفتوحه. الميزانيه مفتوحه دي فخ كبير قوي لاي ماركتير. العميل اللي يجي يقول لك الميزانيه مفتوحه، اعرف وتاكد انك لو صرفت 200 جنيه غالبا هيسوحك. ليه؟ لان هو اللي بيقول لك ميزانيه مفتوحه ده غالبا ما بيبقاش عنده ميزانيه، ودي مشكله كبيره. طب حلها ايه؟ حلها في الغالب انك انت اللي تحدد الميزانيه وتقول له ميزانيه تقريبيه للي انت عايز تصرفه على التسويق ليه. في الحاله ديت لو وافق تمام، لو ما وافقش وفضل مصمم على ان الميزانيه تفضل مفتوحه ما تشتغلش معاه.